فعقليه الكوتشنج بتخلي عقليتنا احنا اصلا بنتعامل مع كل حاجه في حياتنا بشكل مختلف. عارفين لما هتفهموا كوتشنج اكتر هتفهموا ان دي عقليه سبحان الله سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللي عارف السيره النبويه وبيقرا فيها كويس جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما اي حد كان من الصحابه بيروح يساله عمره ما يقول له اعمل وسوي، عليه افضل الصلاه والسلام، وبيسمعه ويخليه يطلع صح. لو نسمع والله سبحان، انا حرفيا بجد احنا لو نتدبر كده شويه نعرف ان البوصله اللي ربنا خلقنا عليها هو الكتالوج بتاعي، هو الكتالوج اللي ربنا منزلني فيه، هو الكتالوج. بس كل مشاكلنا اللي احنا عمالين نخش فيها دي دلوقتي بسبب ان انا غبت عن الكتالوج اللي انا نازله بيه، وحودت عن البوصله بتاعتي، وبعدت عن الفطره اللي ربنا فطرني بيها، بس خلص الكلام. فلما نرجع نظبط البوصله هتبص تلاقي كل الفروع بتاعت المرض وكل حاجه بتبدا تخف، لان انت ظبطتيها. عشان كده حطوها في تحت في الهرم، حطوها الاساس.